السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أخبار البورصة، أخبار جلسة اليوم بتاريخ 10 أغسطس 2023. هنتكلم في أهم أخبار الأسهم، أهم أخبار السوق المحلي والسوق العالمي. تعالوا نبتدي مع بعض. النهاردة قفل المؤشر على 17,700 نقطة بهبوط حوالي 0.5%. النهاردة كانت قيمة التداول 1,700,000,000. عدد الأسهم التي تم التداول عليها 220 سهم بصعود 66 وهبوط 131. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم معانا بلتون 488 مليون، تاني سهم مصر الجديدة 111 مليون، تالت سهم التجاري الدولي 75 مليون، رابع سهم زهراء المعادي 74 مليون. تعالوا نشوف القطاعات من حيث الحصة السوقية. أول قطاع الخدمات المالية 38%، العقارات 15%، ثالث قطاع القطاع الجديد معانا الكيماويات 7%. النهاردة كانت المؤسسات المصرية والأجانب، الأفراد والمؤسسات بيع، وكانوا الأفراد المصريين والعرب المؤسسات والأفراد شراء. تعالوا هنتكلم دلوقتي في أهم أخبار الأسهم. أول خبر معانا: ارتفعت أرباح شركة مدينة مصر سابقا بنسبة 140% خلال الربع الثاني على أساس سنوي. تاني خبر: أرباح الدلتا للسكر المصرية ترتفع 100% خلال النصف الأول من عام 2023. الخبر اللي بعديه: أرباح بنك فيصل الإسلامي ترتفع 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023. آخر خبر معانا: ارتفاع أرباح سيراميكا ريماس 159% خلال النصف الأول من عام 2023. هنتكلم دلوقتي في أهم الأخبار المحلية. أول خبر معانا: المركزي للإحصاء بيقول معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر يرتفع إلى 38.2% خلال شهر يوليو. الخبر اللي بعديه: وزير المالية تراجع الجنيه رفع قيمة المديونية الحكومية 1,300,000,000 جنيه. أسعار الذهب في مصر تسجل 2,160 جنيه للجرام عيار 21. الخبر اللي بعديه: المالية أو وزارة المالية تقول الفائض الأولي للناتج المحلي يرتفع في 2022-2023 رغم زيادة المصروفات 19%. تعالوا نتكلم دلوقتي في أهم الأخبار العالمية. أول خبر معانا: أسعار الغاز الأوروبي تقفز إلى 21% مع ارتفاع مخاطر العرض للغاز المسال. آخر خبر معانا: توقعات بانخفاض التضخم في الولايات المتحدة الشهر التالي. طبعا احنا نتمنى ان الانخفاض في الولايات المتحدة الأمريكية ينخفض حتى لا يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة ويسبب في سحب الأموال من الأسواق النشأة اللي منها مصر. دي كانت أهم أخبار السوق المحلي والسوق العالمي، وأهم أخبار الأسهم، وأهم أخبار سوق البورصة المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة أكاديمية عواد. أشكر حضراتكم جدا، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.